بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله اول حصه في اساسيات المحاسبه لطلبه كليه تجاره الفرع الاولى شعبه لغه انجليزيه. قبل ما نبدا الفيديو بس مع بعض تعالى نتفق اتفاق ان المحاسبه ما هياش رياضه زي ما كتير من الناس ما مفكر. المحاسبه هي عباره عن قوائم ماليه وتقارير محاسبيه. فانا مش عايز حد يقول لي الكلمه اللي انا بسمعها كل سنه، انا كنت خايف في الرياضه في الثانويه العامه فانا مش همشي في المحاسبه. ملهاش علاقه، المحاسبه حاجه والرياضه حاجه. الرياضه فيها ارقام بس الرياضه بيكون معادلات من الدرجه الاولى ومن الدرجه الثانيه. المحاسبه مش كده، المحاسبه فيها ارقام بس ملهاش علاقه بالرياضه. فمش معنى ان انت كنت شاطر في الرياضه او خايف في الرياضه يبقى ليها علاقه بالمحاسبه، لا ملهاش علاقه خالص. انت في سنه اولى الترم الاولاني بتدرس المحاسبه الماليه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفاينانشال اكاونتنج اللي هي المحاسبه الماليه. اول سؤال هناخده مع بعض، يعني ايه المحاسبه؟ What is the accounting? It's an information system. هي نظام للمعلومات for all types of organization، لكل منشآت الأعمال أو كل الشركات. المحاسب وظيفته إن هو بيوفر معلومة للشركة، بيقول لك الشركة كسبت كام في السنة أو خسرت كام في السنة، هي إيه الأسيتس بتاعة الشركة، إيه الأصول اللي الشركة بتمتلكها، إيه اللايبيليتيز أو الخصوم، الفلوس اللي على الشركة. فالمحاسب وظيفته إن هو بيوفر إيه؟ بيوفر معلومة. يبقى what is the accounting؟ الأكاونتنج عبارة عن إيه؟ It's an information system. هي نظام للمعلومات for all types of organization، لكل منظمات الأعمال أو كل الشركات. تاني سؤال هناخده مع بعض types of accountants، أنواع المحاسبين. المحاسبين 3 أنواع، دول ال3 أنواع الرئيسيين. أول واحد اسمه financial accountant، المحاسب المالي. تاني واحد اسمه management accountant، المحاسب الإداري. وتالت واحد اسمه tax accountant، المحاسب الضريبي. الفاينانشال accountant والمانجمنت accountant دول بيشتغلوا في الشركات، اللي هو المحاسب المالي والمحاسب الإداري. إنما التاكس أكاونتنت اللي هو المحاسب الضريبي ده بيشتغل فين؟ في مصلحة الضرائب. في معلومة صغيرة كده، إن المحاسب الإداري اللي هو المانجمنت أكاونتنت بيطلع منه محاسب صغير كده لسه ورور بيشتغل تحت إيده اسمه كوست أكاونتنت، اللي هو محاسب التكاليف. يبقى احنا عرفنا إن محاسب التكاليف بيشتغل تحت المحاسب الإداري. تاني سؤال هناخده مع بعض، المحاسبة بتتكون من إيه؟ المحاسبة بتتكون من 3 أنشطة رئيسية، وهم identify recording communication. identify يعني تحديد، recording يعني تسجيل، communication يعني توصيل. يعني المحاسب قبل ما بيحط ايده في الشغل وقبل ما بيعمل اي حاجة بيكون حاطط في دماغه 3 حاجات رئيسية لازم يعملهم: identify recording communication. لازم يحدد الاول البند. يعني ايه يحدد؟ يقول البند اللي انا بتعامل معاه ده او المعلومه اللي انا بتعامل معاها ديت ريفينيوز ايرادات، ولا اكسبنسز مصروفات، ولا اسيتس اصول، ولا لايبيلتيز يعني خصوم. وهناخد الكلام ده كله بالتفصيل. ممكن تكون المصطلحات بتضايقك بس في الاول، انما هم المحاسبه الانجليزي عباره عن شويه مصطلحات لو انت حفظتهم خلاص فملهاش علاقه باللغه. المحاسبه عباره عن مصطلحات ملهاش علاقه انت كنت قوي في اللغه ولا مش قوي في اللغه، هي عباره عن شويه مصطلحات هندرسهم مع بعض. اول حاجه المحاسب بيعمل ايدنتيفاي، يعني بيحدد البند اللي معاه. دي ايرادات بالنسبه للشركه ريفينيوز، ولا اكسبنسز دي مصروفات، ولا اسيتس اصول الشركه بتملكها، ولا لايبيليتيز دي فلوس على الشركه. دي اول حاجه المحاسب بيعملها ليه؟ ايدنتيفاي. تاني حاجه المحاسب بيعملها الريكوردنج يعني تسجيل. ما هو المحاسب مش هيفضل يحدد وخلاص، بعد ما بيحدد بيسجل بقى، بيعمل شغله، بيعمل ريكوردنج يعني تسجيل. وهندرس بعد كده ان شاء الله الريكوردنج ازاي. تالت حاجه بيعمل كوميونيكيشن يعني توصيل، بيوصل المعلومه اللي هو وصل لها في الاخر بيوصلها للاونر او رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه. لان احنا اتفقنا في اول الفيديو ان المحاسب وظيفته ان هو بيوفر معلومه للشركه للاداره علشان ياخدوا بيها قرارات. تعالى ناخد مثال على الكلام ده علشان نفهم اكتر. لو احنا دلوقتي عندنا اونر او مالك، واحد معاه فلوس، الراجل ده قرر ان هو يستثمر فلوسه في حاجه فملهاش اكتر من الكافيه المشروع اللي بيكسب اليومين دول، فراح فتح كافيه. فبعد ما فتح الكافيه جه اخر الشهر كده، الكافيه بقى له شهر مفتوح، جه اخر الشهر عايز يعرف هو بيكسب ولا بيخسر. قام جاي رايح منادي للصبي اللي معاه، قال له بقول لك ايه، ما تجيب لي كده الفواتير او البيانات اللي احنا سجلناها في الكافيه خلال الشهر. قام جاي الصبي رايح جايب له الفواتير، ودي الفواتير اللي قدامه. اول فاتوره سولد فود، بعنا طعام ب $700. تاني حاجه سولد درينكس، بعنا مشروبات ب $400. بعدين الكتريسيتي اكسبنس، في مصروفات كهرباء دفعناها في الكافيه ب $100 في
الشهر. بعدين رينت اكسبنس في مصروفات ايجار ب $200. بعدين ويجز اكسبنس في مصروفات اجور ب $50. الاونر لما جه يبص على الفواتير ديت دماغه لفت، ما بقاش فاهم اي حاجه. طب انا دلوقتي كسبت ولا خسرت؟ في الحاله ديت ما عرفش. في الحاله دي قام جاي مقرر على طول ان هو يعين محاسب، اللي هو انتوا ان شاء الله لما تتخرجوا. فلما عين المحاسب علشان يظبط له حسابات الكافيه بتاعه، المحاسب قبل ما بيحط ايده في الشغل كان دارس معلومه في سنه اولى، اللي هي ان المحاسبه بتقوم على 3 حاجات رئيسيه، اللي هم ايه؟ تمام، ايدنتيفاي، ريكوردنج، كوميونيكيشن. لازم المحاسب الاول يحدد البند اللي قدامه هو ايه. تاني حاجه يعمل له ريكوردنج يسجله، وبعدين الكوميونيكيشن يوصل المعلومه اللي هو توصل لها يوصلها لمين؟ للمالك في الاخر. المحاسب عمل اول حاجه ايدنتيفاي. يعني ايه ايدنتيفاي؟ هيمسك اول فاتوره كده في الشركه سولد فود ب $700. المحاسب هيعمل لها ايدنتيفاي. يعني ايه ايدنتيفاي؟ هيقول لنفسه هي دي ريفينيوز ولا اكسبنسز؟ لا، تمام، دي ريفينيوز. ما هو الكافيه لما يبيع طعام ب $700 يبقى دي ايرادات داخله الشركه، يبقى اول واحده ريفينيوز، يبقى هو حددها كده. تاني حاجه السولد درينكس، بعنا مشروبات ب $400، دي ريفينيوز ولا اكسبنسز؟ لا، تمام، دي ريفينيوز، لان دي فلوس داخله الكافيه. لما نبيع مشروبات يبقى دي ريفينيوز، ايرادات داخله الكافيه. بعدين الكتريسيتي اكسبنس، مصروفات الكهرباء، دفعنا كهرباء ب $100. هو الكافيه لما يدفع كهرباء يبقى دي مصروفات ولا ايرادات؟ تمام، يبقى دي مصروفات. بعدين رينت اكسبنس، مصروفات الايجار بتاع الكافيه ده احنا مأجرينه ب $200 في الشهر. ال $200 دول ريفينيوز ولا اكسبنسز؟ لا، تمام، اكسبنسز. ما دام فلوس احنا دفعناها تبقى اكسبنسز، ما دام فلوس احنا خدناها تبقى ريفينيوز. اخر واحده اللي هي الويجز اكسبنس، مصروفات الاجور، اللي هم الناس اللي شغالين في الكافيه، اللي هو الويتر والحارس والناس دي كلها اللي شغاله في الكافيه، دفعنا لهم $50 في الشهر. طب ال $50 دول ريفينيوز ولا اكسبنسز؟ $50 اكسبنس، تمام. طيب يبقى كده المحاسب عمل اول حاجه ايدنتيفاي. يعني ايه ايدنتيفاي؟ حدد البنود اللي قدامه، 2 ريفينيوز و3 اكسبنسز. بعد ما بيحدد بقى بيسجل وبيعمل حسابات، ما هو ما بيفضلش يحدد وخلاص. تاني حاجه بيعملها ريكوردنج، اللي هي التسجيل. المحاسب دلوقتي عايز يعرف الكافيه ده كسب ولا خسر. في قائمه اسمها انكم ستيتمنت، اللي هي قائمه الدخل، ودي هناخدها ان شاء الله بعد كده بالتفصيل، بس احنا بس بنشرحها دلوقتي في معلومه بسيطه على المثال الصغير ده. قائمه الدخل ديت او الانكم ستيتمنت دي قائمه بتحدد الارباح او الخسائر في المنشاه، بتقول لك الشركه بتاعتك او المشروع بتاعك كسب ولا خسر. المحاسب هنا هيروح يعمل حاجه اسمها انكم ستيتمنت، زي ما انتم شايفين قدامكم كده. انكم ستيتمنت دي عباره عن ايه؟ بجمع كل الريفينيوز واطرح منها كل الاكسبنسز علشان يديني في الاخر لا اما النت انكم صافي الربح، لا اما النت لوس صافي خساره. المشروع يا اما يكسب يا اما يخسر. المحاسب دلوقتي هيروح يجمع الريفينيوز. احنا اتفقنا عندنا 2 ريفينيوز، اللي هو السولد فود ب $700 وسولد درينكس ب $400. لو جينا جمعنا الاثنين دول مع بعض يديني $1100. يبقى احنا دلوقتي داخل لنا ايرادات في الشهر في الكافيه ب $1100. تاني حاجه المحاسب هيطرح منها الاكسبنسز. احنا اتفقنا في 3 اكسبنسز، تعالوا نحطهم في القائمه كده. الكتريسيتي اكسبنس ب $100، رنت اكسبنس ب $200، ويجز اكسبنس ب $50. لو جيت جمعت الريفينيوز اللي هم ال 700 وال 400 اللي هم 1100، لو جيت طرحتهم من الاكسبنسز اللي هو ال $100 وال $200 وال $50، الرقم هيطلع بالموجب $750. لو الرقم طلع بالموجب يبقى الريفينيوز اكبر من الاكسبنسز، يبقى ده نت انكم صافي ربح. طب لو الرقم طلع بالسالب يبقى الريفينيوز اقل من الاكسبنسز، الايرادات اقل من المصروفات، يبقى ده نت لوس خساره، تمام. تاني حاجه المحاسب بعد ما توصل للرقم اللي هو $750 ده النت انكم اخر الشهر، هيعمل فيه ايه بقى؟ هيعمل له كوميونيكيشن بقى، توصيل. يعني ايه توصيل؟ هيروح يقول للمالك انت كسبت الشهر ده $750، وبكده المحاسب يكون عمل اخر حاجه اللي هي الايه؟ الكوميونيكيشن. يوزرز اوف اكاونتنج انفورميشن، مستخدمين المعلومات المحاسبيه. زي ما احنا اتفقنا المحاضره اللي فاتت او الفيديو الاولاني ان المحاسب وظيفته ان هو بيوفر معلومه للمنشاه، بيقول لك الشركه كسبت ولا خسرت، ايه الاصول بتاعه الشركه الاسيتس، وايه الخصوم او الفلوس اللي على الشركه اللي هي اللايبيلتيز. المستخدمين بتوع المعلومات المحاسبيه اللي بيطلعها المحاسب، زي ما اتفقنا ان المحاسب طلع معلومه في الفيديو اللي فات اللي هو طلع النت انكم ب $750، وطبعا الجزء ده انا جايبه من المحاضره او الفيديو الاولاني بتاع المحاضره اللي فاتت. المحاسب لما جه طلع اخر الشهر ان في نت انكم ب $750، يعني الشركه بتاعتي كسبت $750. دي اسمها اكاونتنج انفورميشن، معلومه محاسبيه. طب المعلومه ديت $750 ده هيفيد مين؟ هيفيد يا اما اكسترنال يوزرز، مستخدمين خارجيين،
يا اما internal users مستخدمين داخليين. يبقى المستخدمين بتوع القوائم الماليه يا اما داخليين يا اما ايه، يا اما خارجيين. الخارجيين اسمهم external users والداخليين اسمهم internal users. تعالى كده اول حاجه ناخدها مع بعض الاكسترنال users. تعالى نشوف امثله على الاكسترنال users او مستخدمين المعلومات المحاسبيه بس هم من بره الشركه، مستخدمين خارجيين يعني مالهمش علاقه بالشركه. انما internal users مستخدمين داخليين دول موجودين معانا جوه الشركه. تعالى بقى خلينا في اول حاجه اللي هي الاكسترنال يوزرز. اول مثال على الاكسترنال يوزرز اللي هو الكريديتورز. الكريديتورز ده اللي هو المورد. يعني ايه المورد؟ المورد ده اللي الشركه بتشتري منه بضاعه على الحساب او بالاجل. من الاخر المورد ده اللي بيدي للشركه بضاعه وما بياخدش منها فلوس. هو المورد ده يقدر يدي للشركه بضاعه وما ياخدش منها فلوس والشركه بتخسر؟ لا طبعا ما يقدرش. يبقى المورد قبل ما يورد بضاعة للشركة بالآجل يقول لهم احنا عايزين الاكاونتنج انفورميشن، المعلومات المحاسبية، انت بتكسب ولا بتخسر؟ لان انت لو بتكسب هديلك بضاعة بالآجل، طب انت لو بتخسر مش هديلك بضاعة بالآجل. يبقى انا دلوقتي اول حاجة خدتها الكريديتورز اللي هو المورد. المورد بيستفيد من المعلومات المحاسبية بس المورد ده هو موجود معانا في الشركة ولا من بره الشركة؟ تمام، من بره الشركة، يبقى ده external users. تاني واحد اللي هم الليندرز. مين الليندرز دول؟ الليندرز دول اللي هم المقرضون اللي بيدوا قروض للشركة زي البنك الأهلي مثلا. الشركة دلوقتي عايزة تاخد قرض من البنك الأهلي، ينفع البنك الأهلي يدي للشركة قرض من غير ما يشوف الاكاونتنج انفورميشن بتاعت الشركة، من غير ما يشوف المعلومات المحاسبية بتاعت الشركة؟ عارف ليه؟ لأن دلوقتي البنك هيدي للشركة قرض، ممكن تكون الشركة دي بتخسر والبنك مش واخد باله، فالبنك قبل ما بيطلع القرض بيبص على الاكاونتنج انفورميشن الأول. هل الشركة دي هتقدر تسد لي القرض؟ يبقى أنا هديها القرض. لو مش هتقدر تسد لي القرض أنا مش هديها القرض. يبقى هنا الاكاونتنج انفورميشن فادت الليندرز اللي هم المقرضون. طب الليندرز دول من جوه الشركة ولا من بره الشركة؟ لا تمام، دول ناس موجودين بره الشركة، يبقى دول اكسترنال يوزرز. تالت ناس اللي هم الشير هولدرز. الشير هولدرز اللي هم حملة الأسهم. حملة الأسهم دول الناس اللي جايين يشتروا أسهم في الشركة اللي هم المساهمين. ينفع مساهم يروح يشتري في شركة من غير ما يعرف عنها أي حاجة، من غير ما يعرف الاكاونتنج انفورميشن بتاعتها؟ طيب افرض الشركة دي بتخسر، اشتري فيها ازاي؟ لان المساهم ده بيدفع فلوس في الشركه، بيشتري اسهم في الشركه فبيدفع فيها فلوس. ينفع يدفع فلوس في حاجه بتخسر؟ لا طبعا ما يقدرش. يبقى دلوقتي الشير هولدرز اللي هم حمله الاسهم بيطلعوا على الاكاونتنج انفورميشن بتاعت الشركه. طيب الشير هولدرز دول موجودين معانا من جوه الشركه ولا من بره الشركه؟ تمام، دول من بره الشركه، مش شغالين معانا في الشركه، يبقى دول اكسترنال يوزرز. رابع واحد اللي هو الجفرنمنت. الجفرنمنت اللي هم الحكومة، والحكومة هنا متمثلة في مأمور الضرائب. مأمور الضرائب ده اللي هو بيفرض ضريبة على الشركة. مأمور الضرائب ده لما يجي يفرض ضريبة بيفرض ضريبة بناء على ايه؟ بناء على النت انكم بتاع الشركة. لو الشركة دلوقتي بتكسب ربح كبير يبقى الضريبة هتكون كبيرة، لو الشركة بتكسب ربح قليل يبقى الضريبة هتكون قليلة. طب لو الشركة بتخسر معلهاش ضريبة. يبقى الجفرنمنت هنا متمثلة في مأمور الضرائب اللي بيجي ياخد الضريبة من الشركة. طيب الجفرنمنت ده واحد من جوه الشركة ولا من بره الشركة؟ تمام، ده من بره الشركة، مش موجود معانا في الشركة أصلا، يبقى ده external users. بيستخدم المعلومات المحاسبية بس هو من بره الشركة external users. بعدين external editor. external editor اللي هو المراجع الخارجي. هو مين المراجع ده؟ المراجع ده اللي بيكون موجود ورا المحاسب، اللي هو بيراجع الحسابات ورا المحاسب. المراجع الخارجي ده بيكون موجود من بره الشركة، بيجي كده من بره الشركة، بيجي يشوف حسابات الشركة، ايه اللي داخل ايه اللي خارج، بيراجع الحسابات بيشوف فيها اخطاء ولا لا. طيب المراجع ده ينفع يراجع حسابات الشركة من غير ما يطلع على الاكاونتنج انفورميشن اللي هي المعلومات اللي هو هيراجعها اصلا؟ لا تمام، لازم يطلع عليها الاول. يبقى المراجع الخارجي ده واحد موجود معانا من جوه الشركة ولا من بره الشركة؟ لا تمام، ده من بره الشركة، يبقى ده اسمه external users. طب لو انا جيت قلت لك الانترنال editor. internal editor اللي هو المراجع الداخلي، ده من جوه الشركة ولا من بره الشركة؟ لا تمام، ده مراجع متعين معانا جوه الشركة، يبقى ده جوه الشركة. آخر واحد اللي هو الكاستمرز، العميل ده اللي هو بيجي يشتري بضاعة من الشركة بالآجل. ينفع دلوقتي العميل يجي يشتري بضاعة من الشركة بالآجل والشركة تكون بتخسر؟ يبقى هو كده ما عندوش دم. العميل ده قبل ما بيشتري بضاعة من الشركة بيشوف الاكاونتنج انفورميشن بتاعت الشركة،
هل الشركة دي هتقدر تديني بضاعة بالآجل؟ عندها القدرة إن هي تعمل كده ولا ما عندهاش؟ يبقى دلوقتي العميل ده استفاد من الاكونتنج انفورميشن، استفاد. طب الكاستمرز ده اللي هو العميل من جوه الشركة ولا من بره الشركة؟ تمام، يبقى ده اكسترنال يوزرز من بره الشركة. تعالى بقى على تاني حاجة، الانترنال يوزرز اللي هم المستخدمين الداخليين. دول بقى الناس اللي هم متعينين او موجودين معانا جوه الشركة، دول اسمهم internal users. اول واحد المانجرز اللي هم المدير طبعا لازم يطلع على الاكونتنج انفورميشن، لان المحاسب لما بيعمل الاكونتنج انفورميشن بتاعته بيروح يوديها للمدير المالي بتاعه، فالمدير بيطلع على الاكونتنج انفورميشن عشان يقدر يقيم الاداء بتاع المنشأة. طب المدير ده او المانجرز external users ولا internal users؟ تمام، internal users، ده موجود معانا ومتعين معانا جوه الشركه. تاني حاجه الموظفين اللي هم الاوفيسرز اللي هم الموظفين اللي متعينين معانا في الشركه، اللي هم بالبلدي كده اللي هم المحاسبين. المحاسب لما بيجي يشتغل لازم يطلع على الفواتير بتاعه الشركه عشان يعرف يعمل انكم ستيتمنت، يعمل بالانس شيت، لازم يعرف يعمل حساباته. فعشان يعمل حساباته لازم يطلع على الفواتير او المعلومات اللي موجوده في الشركه. الموظف ده اطلع على الاكونتنج انفورميشن، بس الموظف ده من جوه الشركه ولا من بره الشركه؟ لا، تمام، ده متعين معانا جوه الشركه، يبقى ده internal users. ثالث واحده انا كنت لسه قايلها من شويه اسمها internal editor، اللي هو المراجع الداخلي. ده مراجع متعين معانا في الشركه بيراجع الحسابات، مش جاي من بره. انما التاني كان اسمه external editor، ده واحد جاي من بره مش متعين معانا في الشركه. انما ده المراجع الداخلي اللي هو الانترنال اديتور، ده موجود معانا جوه الشركه بيراجع الحسابات بتاعت الشركه. رابع واحده اسمها السيلز ستاف، اللي هم رجال المبيعات. رجال المبيعات دول المسؤولين عن تسويق البضاعه او بيع البضاعه. الشركات يا اما بتبيع كاش يا اما بتبيع اجل. رجال المبيعات دول عايزين يعرفوا دلوقتي احنا هنبيع كاش ولا هنبيع اجل، لان ما ينفعش نكون بنبيع اجل واحنا ما عندناش سيوله في المنشاه. فرجال المبيعات دول لازم يطلعوا الاول على الاكونتنج انفورميشن، اللي هي المعلومات المحاسبيه بتاعت الشركه. طيب السيلز ستاف اللي هم رجال المبيعات دول من بره الشركه ولا من جوه الشركه؟ تمام، دول من جوه الشركه، يبقى دول internal users. اخر واحده اسمها كنترولرز اللي هم المراقبين، بالظبط زي الانترنال اديتور اللي هو المراجع بالظبط. طبعا ده واحد من جوه الشركه ولا من بره؟ تمام، ده internal users من جوه الشركه. تاني حاجه اسمها types of information، اللي هي نوع المعلومات الذي يحتاجها المستخدمين. اول حاجه الفاينانشال اكاونتنج، اللي هي المحاسبه الماليه. المحاسبه الماليه بتخدم الاكسترنال يوزرز، يعني البيانات اللي بتطلعها المحاسبه الماليه على طول بيستفاد منها الاكسترنال يوزرز. انما البيانات اللي بتطلعها المانجيريال اكاونتنج، المحاسبه الاداريه، بيستفاد بيها الانترنال يوزرز. من الاخر المحاسبه الماليه بتخدم الاطراف الخارجيه اللي هم من بره الشركه، انما المحاسبه الاداريه يبقى دور الاداره بتخدم الاطراف مين؟ الداخليه. تعالى بقى مع بعض ناخد كده كام سؤال على الفيديو الاولاني والفيديو الثاني، اللي هو المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه، عشان ناكد بس المعلومات اللي احنا درسناها. رقم واحد the accounting process، اللي هي عمليات المحاسبه is correctly sequenced، اللي هي بتكون بصوره صحيحه. هي ايه؟ رقم ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ طبعا احنا اتفقنا ان المحاسبه بتقوم على 3 انشطه رئيسيه، اللي هي identify recording communication، هتبقى الاجابه رقم سي. تاني سؤال معانا اللي هو which of the following would not be considered، مين من الاختيارات اللي جايه دول لا يعتبر an external users؟ مين من اللي جاي دول ما يعتبرش external users، ما يعتبرش مستخدمين خارجيين؟ مين من اللي جايين دول ما يعتبرش مستخدمين خارجيين؟ يعني هو بيقول لك اختار مين في دول، اللي هو الانترنال يوزرز. تمام. of accounting data for the LMN company، في شركه اسمها LMN. طبعا السيرفيس ايجنت اللي هو الوكيل الخدمه، اللي هو بالبلدي السمسار ده متعين معانا في الشركه ولا من بره؟ لا، تمام، ده من بره. خلي بالك احنا بندور في الاختيارات على واحده انترنال، لانه هو بيقول لك مين من دول ما يعتبرش اكسترنال، يعني احنا بندور على واحده في الاختيارات تبقى انترنال يوزرز. طبعا رقم ايه اللي هي السيرفيس ايجنت، ده السمسار، ده من بره الشركه. طيب تاني واحده اللي هي المانجمنت اللي هي الاداره. هي الإدارة دي اكسترنال ولا انترنال؟ احنا لما كنا درسناها في الفيديو تمام، المانجمنت ده انترنال يوزر، يبقى هي دي الإجابة اللي احنا عايزينها. طب تعالى نتأكد كده برقم سي ورقم دي. رقم سي الكريديتورز اللي هم الموردين، لا احنا اتفقنا ان الكريديتورز ده من بره الشركة، يبقى اكسترنال، والكاستمرز برضو من بره الشركة، يبقى ده اكسترنال. يبقى انا الوحيدة اللي انا عايزها انترنال
اللي هي الايه المانجمنت اللي هي الاداره. تالت سؤال معانا which of the following would not be considered. مين من اللي جاي دول او من الاختيارات ديت ما يعتبرش internal users؟ يعني هو بيقول لك دور على واحده external في دول، يعني كل دول internal، هو عايز الواحده بقى اللي هي الايه الاكسترنال. of accounting data اللي هي البيانات المحاسبيه for a company للشركه. احنا اتفقنا عايزين ندور على واحده ايه internal ولا external؟ تمام، احنا عايزين ندور على الواحده اللي هي الاكسترنال يوزرز. رقم ايه؟ قال لك the president of company اللي هو مدير الشركه او رئيس الشركه. رئيس الشركه ده internal من جوه الشركه صح؟ لا احنا بندور على واحده اكسترنال. رقم بي قال لك the controller. كنترولر اللي هم المراقبين، ده المراقب ده من جوه الشركه ولا من بره؟ لا ده من جوه، انا بدور على واحده اكسترنال من بره. طب الكريديتورز رقم سي، تمام ده من بره الشركه، تبقى الإجابة رقم سي. طب تعالى كده نتأكد برقم دي. رقم دي بيقول لك السيلز مان. السيلز مان اللي هو رجل المبيعات اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي السيلز ستاف. سيلز ستاف اللي هي اكسترنال ولا انترنال؟ لا دي تمام انترنال، تبقى الإجابة رقم سي هي الإجابة هي الصح.